بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اهلا اهلا يا حيلته اهلا. هنتكلم النهاردة عن أول حاجة موضوع عبد القادر وحامد حمدان، وهنتكلم عن جوزيه جوميز مدرب الزمالك الأسبق، وهنتكلم عن انتخابات النادي الأهلي اللي الفرز شغال فيها حاليا، وهنتكلم عن صفقة مهاجم النادي الأهلي اللي تعتبر شبه حسمت. مبدئيا يا صديقي العزيز، حامد حمدان باع الزمالك زي ما أحمد عبد القادر باع الزمالك قبل كده. كل حلفائك خانوك يا ريتشارد. حامد حمدان في طريقه للنادي الأهلي غالبا في شهر يناير اللي جاي ده. مقربين من حامد حمدان تواصلوا مع المسؤولين في النادي الأهلي عن إن اللاعب بيبدي رغبته في الانتقال للنادي الأهلي. هي مفاوضات غير مباشرة مع حامد حمدان. فهو بعد ما كان يعتبر حامد حمدان مخلص في الزمالك، غير تفكيره كله وغير وجهته للنادي الأهلي. فبنسبة كبيرة حامد حمدان هيكون في الأهلي في شهر يناير اللي جاي ده، على طريقة أحمد عبد القادر بعد ما باع الزمالك برضه وكمل في الأهلي بعد ما عشمهم. كمل في الأهلي. تمام. شربتها يا كروديا. جوزيه جوميز مدرب الزمالك الأسبق، طبعا احنا عارفين المشاكل اللي موجودة حوالين فيريرا مدرب الزمالك الحالي، ان في اتجاه كبير من جون ادوارد ومجلس الإدارة ان هم يقيلوا فيريرا. فالزمالك تواصل مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اللي هو كان مدرب الزمالك الأسبق عشان يرجع يدرب الزمالك تاني. فجوزيه جوميز رفض العودة للزمالك تاني، وانا مش عارف بصراحة يعني الناس دي مخها فين. هو مفيش خالص يعني بالعقل، يعني الراجل بلاش بياخد كام. سيبك من ان هو بياخد كام في الشهر وان المرتب ده كبير والكلام من ده، ما علينا من الكلام ده كله خالص. هو بعد اللي شافه في الزمالك هيرجع يمرن تاني في الزمالك؟ ما هي بالعقل، يعني الامور تمشي بالعقل، ما تمشيش كده عافية. بالعقل مستحيل يفكر يرجع الزمالك تاني. الراجل يا جدع كان بيصرف من جيبه، كان بيشتري ميه للعيبه وكلام زي كده من جيبه. انت متخيل المأساة اللي هو كان عايش فيها في الزمالك؟ المرتب مستحقاته لغايه النهارده ما خدهاش. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. انت هتيجي بتفاوضه ان هو يرجع؟ ما هي حاجه بالعقل، يعني مش فاهم في الناس دي بتفكر ازاي. ما علينا. الحشيش تمام حاجه عايله قوي يا زي معلم. الفل يا سيدي الناس. دلوقتي حاليا شغال الفرز في الأصوات بتاعة انتخابات النادي الأهلي، اللي بنسبة أو يعتبر القايمة بتاعة الكابتن محمود الخطيب فازت كلها يعتبر بالتزكية، لأن كان واحد بس اللي كان مرشح في الانتخابات وهو رفض حتى يسحب أوراق ترشيحه، واتعملت الانتخابات والفرز شغال في الأصوات. فبنسبة كبيرة القايمة كاملة بتاعة الكابتن محمود الخطيب يعتبر هي نجحت في الانتخابات. يعتبر انتخابات تزكية، يعني ما تعتبرش انتخابات بالمعنى المفهوم، لأن مفيش منافسة، مفيش حد داخل تقيل قدام الخطيب. حتى اللي كان ممكن يدخل اللي هو ياسين منصور دخل في قائمة الخطيب بقى نائب رئيس نادي، فالموضوع ماشي ستيبل. فبنسبة كبيرة هي نفس القائمة بتاعة الكابتن محمود الخطيب اللي هو اختارها هتكون هي اللي مسؤولة عن النادي الأهلي في الدورة الجاية. وطبعا زي ما احنا عرفنا ان إدارة النادي هتبقى مع ياسين منصور، ملف الكورة هيبقى مع سيد عبد الحفيظ، كم ملف تاني كده علاقة لهم علاقة بالإنشاءات ومش عارف ايه وكلام زي كده هيكونوا مع ناس من أعضاء. فخلاص كده الموضوع بيتقفل في النادي الأهلي. القايمة اللي اختارها الكابتن محمود الخطيب هي اللي مكملة. اوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج. تمام. بالنسبة للمهاجم، مهاجم النادي الأهلي، الناس كلها اتكلمت في اتجاهات كتيرة وناس قالت أسامي كتيرة ومايلي ومش عارف مين ومين ومين. وأنا هنا قلت لك إن المهاجم اللي النادي الأهلي شبه مخلص فيه إبراهيم ديابتي لاعب جايس السويدي. الكلام ده أنا قايله تقريبا داخل دلوقتي في تقريبا في شهر،
او 3 اسابيع حاجه زي كده، والناس كلها بتتكلم في اسامي كتير، واللي يقول لك مصطفى محمد ويقول لك مش عارف مين، وانا قلت لك هو ابراهيم ديابتي دوت لاعب جايس السويدي، هو اللي النادي الاهلي شبه مخلص فيه. المهاجم ممتاز، مهاجم بوكس، مهاجم فينشر، سريع. يعتبر الراجل دوت صفقة ناجحة جدا، جايب 16 هدف في 26 مباراة، وعامل 4 اسيست، يعني 20 مساهمة تهديفية في 23 في 26 مباراة. رقم ممتاز لمهاجم للنادي الأهلي. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.